بغيتي كراتان يكون ساهل وتيشبع وتعمري به الطبيله ديال الفطور في هذا رمضان. اليوم غادي نسافروا للمكسيك ونجيبوا الانشيلادا، طبق تيذوب في الفم، تيجي معلق ورطب. غادي نستعملوا فيه خبز التورتيلا معمر بصدر العدند اولا الدجاج اولا اللحم اللي بغيتي. وسر الوصفه هي الصوص اللي تجي الانشيلادا عايمه فيها. المزيج كله اللي في الوصفه تيخرج شي حاجه طوب. نبداو على بركه الله. اول ما غنبداو به هي البصله اللي غنشلضو وصدر ديال اللذاذ، لان الاغلبيه نستعمل في الوصفات ديالي تيطيب دغيا وتيوفر عليا الوقت. غادي نقطعوه طريفات صغار بعد ما غسلناه بالخل وسكينجبير وتقطر مزيان، ونديروه في المقله مع البصله اللي شلضنا. وهادو هما البهارات اللي غادي نستعملو: الملحه والابزار والكمون، البابريكا والسكينجبير، القزبر يابس والبصله مكرمه، ثوم غبره والسودانيه اللي هي ضروريه في هذه الوصفه، والزعتر اللي غنحكوه اولا نطحنوه ونديروه غبره. نزيدو نص حامضه معصوره، معجون الطماطم، زيت البلديه وزيت المائده. نخلطو كلشي ونديرو فوق العافيه يتشحر، ونبقاو مره نحركو فيه دغيا غادي يطيب حيت الحامض غادي يهريه. ونزيدو في الاخر الزعتر محكوك باش تبقى النسمه ديالو باينه وها الحشوه واجده. ندوزو باش نوجدو لاصوص اللي كيف ما قلت لكم هي اساس الوصفه. ناخدو زيت المائده ونزيدو عليه معلقه ديال النشا اولا الدقيق الابيض اللي موجود ونحركو، ونحطوه فوق العافيه. في حله غنوجدو البيشاميل. نزيدو مرق ديال الدجاج اللي وجدته بنس الدجاج مع الماء السخون وصلصه الطماطم، ونبقاو نحركو حتى تغلى لينا الصلصه. وما كاين مسهل من هاد لاصوص، خفان زربان. وهاد المرحله هي ديال التعمار. عندنا خبز التورتيلا اللي جبتو انا واجد، الحشوه اللي وجدنا، الموتزاريلا وجبن الشيدار محكوك. ونبداو التعمار ديال الخبز. نحطو الحشوه، جبن الموتزاريلا، نروليو خبز التورتيلا على هاد الشكل. في حله كنحضروا بودان اولا سيجار كبير، وتكون عندنا سرعه في الاداء. نجمعوا 3 خطره وحده ونبداو التعمار بالزربه باش نختصروا علينا الوقت اللي دركنا المغرب وحنا غاديين حتى نكملوا كلشي. وإلا بغيتي توجدي غير كراتان صغير خدي مول يكون صغير، وحتى خبز التورتيلا استعملي غير صغير. انا استعملت الخبز الكبير. نشعلو الفران يسخن، ناخدو المول ديالنا والصلصه اللي حضرنا، نخويو شويه من لاصوص في قلب المول ونسرحوها في المول كله، ونبداو في التستاف ديال خبز التورتيلا على هذا الشكل وحده حدا الاخرى. نعاودو نخويو لاصوص فوق الخبز حتى يتغطى كله بالصلصه. هي لاصوص خاصها تجي حاره، هذه هي الوصفه الاصليه. انا درت غير شويه ديال السودانيه في الحشوه مع الصيام، الواحد ينقص شويه من الحار. ونرشو جبن الشيدار اولا الايضام من الفوق ديال الكراتان. المنظر ديال الكراتان قبل ما يدخل الفران تيشهي. البنات ضروري تسجلوا الوصفه عندكم، والله تا غادي تعجبكم، تتجي خطير. نديو الكراتان للفران الوقت اللي يذوب الفروماج والخبز يشرب لاصوص ويتحمر الوجه ديالو. سمعوا لي الصوت ديال لاصوص والفروماج اللي تيذوب، موسيقى صافي. وهذا هو الكراتان ديالنا بعد ما وجد. فكرني غير في لي لازاني. تقدروا تعوضوا لا داند بالكفته الا بغيتو. ناخذ شي وحده نقطعوها ونشوفوا واش صدق لينا الكراتان ولا لا. الفروماج جا كيتعلق وفي التقطاع رطبه، شربات لاصوص مزيان. اما المذاق حتى تجربوها وتحكموا. وإلا عجباتكم ادعوا مع اختكم دعوه ديال الخير، وما تنساونيش من التعليقات المحفزه وبارطاجيو الوصفه مع اصدقائكم في هذا رمضان. والحاجه اللي بغيت نوصيكم عليها تاكلوها وهي باقا سخونه، ولا تعجبكم الحار ما تترددوش تزيدوا شويه. وهكذا نكون كملت الانشيلادا اللي عن جد تستحق التجربه، سهله ولذيذه وتتوجد بسرعه. وهذا الشيء هو اللي تتقلب عليه اي وحده في هذا رمضان. ونمشيو نشوفوا الطبيله ديال اليوم والاطباق اللي حضرت واش تتواتى مع الانشيلادا المكسيكيه اللي كان هو الطبق الرئيسي ديالنا. ونتلاقاو غدا ان شاء الله مع طبق جديد يقدر يكون مكسيكي اولا نحولوا لوجهه لبلد اخر نكتشفوا فيه اطباق جديده. بصحه فطوركم وتصبحوا على خير.